امي ماتت وسابت لي امان، ومراتي قالت لي لو دخلت ثانوي طلقها. امي توفت وسابت لي اختي، وهي دلوقتي في تالتة اعدادي. ورحت قعدت معاها انا ومراتي ووفرنا الايجار، الشقه اللي كنا مأجرين، وانا اللي بقبض المعاش بتاع امي، ومعاشها حلو وبيكفي اختي، واللي بيفيد مراتي بتاخده وتكمل بمصروف البيت. والبنت مجتهدة جدا وشاطرة، ونفسها تنجح وتدخل ثانوي علشان تطلع دكتور. ومراتي بتقول لا، ما تكملش تعلم، يا دوب المعاش بيكفينا بالعافية. دروس ثانوي بتكلف. وعملت مشكلة ومسكت اخته ضربتها وخدت منها الموبايل. ولما جيت انا اعترض قالت لي لو نجحت ودخلت ثانوي انا مش هقعد لك في البيت وهطلق. وانا محتار بين اختي ومراتي، وانا ولا عاوز ازعل اختي ولا عاوز اخرب بيتي، فانا مش عارفه اعمل ايه. بص، احنا علشان مش هنقول هتيجي على دي ولا هتيجي على دي، مع ان مراتك غلطان وانت تصرفك سلبي غلط. ليه ما تقعدش تتكلم مثلا مع مراتك وتقول لها احنا هنحل المشكله سوا؟ اختي انا مش عاوز ازعلها علشان دي امانه امي. وتتكلم معاها وتقول لها احنا ممكن نوفر فلوس، يعني تشوف حاجات على اليوتيوب، تقعد تذاكر اكتر بدل هي شاطرة ومجتهدة، وهنحاول نوفر فلوس. او انا هشتغل شغلانة تانية مثلا، وهحاول اللي ما اثرش في البيت ولا حاجة تنقص. حاول اللي انت تتكلم مع مراتك علشان ما تخربش بيتك، لان مراتك شكلها عصبية وتهدد، وهي بالطلاق ده بتتكلم كتهديد. يعني مفيش واحدة عمرها تقدر تخرب بيتها، بس هي خايفة الفلوس تقل، مصاريف البيت ما تعرفش انت تلتزم بيها علشان الفلوس قليلة. فحاول تتكلم معاها، يعني حاول تشوف حل اللي انت ولا تيجي على اختك علشان ده حرام عليك. ده كده كده كمان بتاخد معاشها، وهي البنت بتاخد جزء منه بسيط. فحاول اللي انت تراضي مراتك وتراضي اختك في نفس الوقت. شوف حلول كتير، انت عندك اكتر من حل. اللي انت تشتغل، اللي انت تتكلم مع اختك، اللي هي تذاكر مثلا على اليوتيوب، تشوف البرامج اللي على التلفزيون، وهي مجتهدة ربنا يوفقها يا رب. بس ما تجيش عليها، حرام. لان اختك دي هتشتلك الجميل اللي انت لا محاولتش تكسرها، محاولتش تزعلها، حاولت تراضيها. بس اللي انت ترضى حد عن حد ده حرام. حاول تراضي الاتنين، وفكر في اكتر من، يعني انت اللي انت تدور على شغل تشتغله، اه تحاول توفر في الفلوس شوية اللي انت تقدر تساعدها، بس ما تجيش على حد تاني.